في ناس كتير بتستنى الظروف المثالية عشان تبدأ تحقق حلمها، بس خليني أقولك حاجة، الظروف المثالية دي ممكن عمرها ما تيجي. النجاح مش مرتبط بإنك تكون عندك كل حاجة جاهزة قدامك، لأ، النجاح دايماً بيبدأ من الإرادة اللي بتخليك تتحرك حتى لو كل حاجة حواليك بتقول لأ. خد مثال على كده، محمد صلاح، نجم الكرة العالمي. فاكرين صلاح بدأ إزاي؟ صلاح كان بيسافر كل يوم من الغربية للقاهرة علشان يتمرن، ورغم إن الرحلة دي كانت بتاخد منه وقت كبير ومجهود، ما قدرش إنه يستسلم. ما كانش معاه فلوس كتير ولا إمكانيات ضخمة، لكن كان عنده حاجة أهم، كان عنده إرادة. الإرادة دي هي اللي وصلته للنجومية. النهاردة الناس كلها بتبص لصلاح كنجم عالمي، لكن اللي صنع الفرق إنه ما عطلش نفسه واشتغل على حلمه مهما كانت الظروف. ولو مش عاجبك مثال صلاح، خليني أقولك على توماس إديسون، مخترع المصباح الكهربائي. إديسون كان عنده آلاف المحاولات الفاشلة قبل ما يوصل للاختراع اللي هيغير العالم. حد تاني كان ممكن يستسلم من أول محاولة أو تانية، لكن هو كان عنده إرادة من حديد، ما سابش الفشل يوقفه. وعندنا مثال من هنا، من مصر، وهو أحمد زويل، العالم المصري اللي كسب جايزة نوبل. أحمد زويل بدأ من إمكانيات بسيطة جدا، درس في مدارس عادية، وكان ممكن يقول إن العلم ده مش مجاله بسبب الظروف اللي حواليه، لكن الإرادة خلت زويل يستمر ويكمل طريقه لحد ما بقى من أكبر علماء الكيمياء في العالم. الإرادة والتشجيع الذاتي هما المفتاح. مفيش حد هيشجعك أكتر من نفسك، مفيش حد هيقولك قوم اتحرك غير نفسك. دي حاجة جواك وانت بس اللي تقدر تشغلها. زي ما بيقولوا، النجاح مش في الظروف، النجاح في الشخص اللي بيستغل كل حاجة حواليه وبيحولها لفرصة. ركز دايما على اللي معاك دلوقتي، مش اللي ناقصك. عندك فكرة؟ اشتغل عليها. عندك حلم؟ اجري وراه. مفيش أي حاجة اسمها مش قادر أو مش معايا الإمكانيات، دايما في حلول. المهم إنك تكون عندك إرادة تخلي الحلول دي تظهر. زي ستيف جوبز اللي بدأ شركته في الجراج بتاع بيت أهله. مين كان يتخيل إن شركة صغيرة في جراج تبقى دلوقتي من أكبر شركات العالم؟ جوبز ما سابش الظروف تعطله، وده الفرق بين اللي بينجح واللي بيستنى الظروف تتغير. وأكبر درس ممكن تتعلمه من الناس اللي نجحت بإيدها هو إن الإرادة دايما تغلب الإمكانيات. الفكرة مش في إنك عندك كل حاجة، الفكرة إنك بتتحرك حتى لو مفيش معاك غير حاجات بسيطة. زي ما بيقولوا، كل مشوار طويل بيبدأ بخطوة، الخطوة دي هي الإرادة. وعلشان كده عايز أقولك حاجة، لو عندك حلم، لو عندك حاجة نفسك تحققها، ابدأ دلوقتي، مفيش وقت تتأخر. مهما كانت الظروف حواليك صعبة، الإرادة هي اللي هتحركك. الظروف مش هتتحسن لوحدها، لكن أنت اللي هتقدر تصنع ظروفك بنفسك. وفي النهاية خليني أسألك، أنت مستني إيه؟ إيه اللي معطلك؟ لو كل الناس اللي نجحت استنت الظروف المثالية، كان زمانهم لسه في نفس مكانهم. ابدأ وحط أول خطوة في طريق النجاح، لأن النجاح بيتصنع بإيدك مش باللي حواليك. وفي الفيديوهات اللي جاية هنتكلم أكتر عن توظيف الإرادة بشكل أوسع. وفي النهاية بشكرك على تكملتك للفيديو لحد هنا. لو الفيديو ده عجبك، متنساش تشاركه مع حد محتاج يسمع الكلام ده. وافتكر، دايما الإرادة هي السر، وانت اللي تقدر تغير حياتك بإيدك.